في لحظة معينة الشخص اللي كنت فاكره أمان هو أكتر شخص خذلك. هو ليه الخذلان بيجي من أكتر شخص وثقنا فيه؟ المشكلة مش في الشخص، المشكلة إنه بيخلينا نقعد نفكر ونلوم نفسنا. تيجوا نعرف يعني إيه خذلان؟ ويا ترى الخذلان ده يعني الشخص يمشي ويسيبني؟ لا، عادي، ممكن يكون موجود، بس الشخص ده مش جنبك ومش حاسك ومش شايفك ومش سامعك. لما تدي لحد مشاعرك وتفاصيلك وكل اللي جواك وتكتشف إنك لوحدك، لما تفتح له قلبك ويقفل بابه في وشك، لما تبقى مصدق إنه سند وتقع، أو لما تحتاجه أو تشوفه أمان بس فجأة تكتشف إنه خطر. زي مثلا لما تكون في أضعف حالاتك وتقرر إن أنت تكلم حد من صحابك عشان تفضفض ليه، فيقول لك يا عم ما تنكدش بقى، هنبقى نتكلم بعدين. أو العكس، لما يكون عندك حاجة فرحان بيها جدا وتروح علشان تحكي لهم ويبتدوا إن هم يقارنوا، أو مثلا يقولوا لك ما أنا كمان كنت هعمل كده بس حصل لي ظروف. أو لما يختفوا لما تحصل لك ظروف وتقع وكأن وجودهم كان مشروط بضحكتك بس. أو لما تروح لحد من أهلك علشان تحكي أو تفضفض فيتقال لك يا ابني هو احنا ناقصين، احنا شايلين أكتر، ما تفتحناش بقى. أو لما تعبري عن احتياجاتك فيتقال لك احنا بنصرف عليكي، هو انت محتاجة ايه أكتر من كده. أو لما تحس إنك لازم تفضل كويس علشان ما تتحكمش بدل ما تتحب وقت ضعفك. أو لما تحس إنك لوحدك بتراعي وتفكر في علاقة واللي قدامك مش حاسس بيك. أو لما تتكلم عن مشاعرك واحتياجاتك فيتهرب ويقلبها عليك. لما تحس إنك مش على حقيقتك وإنك بتتقبل علشان الدور اللي بتقوم بيه مش علشان انت. الخذلان مش في اللي حصل، الخذلان في مين عمل كده وانت كنت شايفه ايه. طب يا ترى الشخص اللي على طول مخذول تأثير الخذلان ده عليه ايه؟ أول حاجة هيفقد الثقة طبعا في كل اللي حواليه، ومش هيكون حابب إنه يشارك مشاعره مع حد حتى لو الشخص ده مش غلطان في حقه في حاجة. تاني حاجة الشخص ده هيفضل يجلد نفسه عمال على بطال، أنا استاهل، أنا اللي ما خدتش بالي، مع إن الحقيقة إنه ملوش ذنب والغلط مش من عنده. ما وثقناش في نفسنا وجلدنا ذاتنا. آخر حاجة هنعملها إيه؟ هننعزل عن الناس، معروفة بقى. كتير من الناس علشان خاطر تدافع عن مشاعرها بتهرب من العلاقات، علشان بتحس إنها لو اتعرضت للخذلان مرة تانية مش هتقدر تتحمله. وده لأنهم بيحسوا إنهم مش كفاية أو ما يستحقوش الحب علشان خاطر اتخذلوا قبل كده. طب إيه الإشارات اللي بتدل على إني ممكن أتخذل؟ لما أكون آخر أولوية للشخص ده، أو مش بيعترف بخطأه، أو يقلب الترابيزة على طول، أو لما يختفي فجأة، أو يتغير من غير ما يشرح، أو يحب ياخد لكن ما يديش. طب هو أنا إمتى آخد خطوة لورا عشان أحمي نفسي من الخذلان؟ لما تحسي إنك مستنزفة، ولما تقدمي تنازلات على حساب نفسك، أو لما تتصرفي عكس طبيعتك، أو لما تشرحي كذا مرة وتحسي إن مفيش تغيير. طب أنا شخص مخذول وعايزة أحمي نفسي، أعمل إيه؟ أول حاجة ما تستعجليش في تعلقك بالناس، مش أي شخص لطيف يبقى يلا تمام ونثق فيه. أدي لنفسي وقت أشوف فيه أفعال مش كلام، وأفعال تتقدر. أسأل نفسي هو أنا الشخص اللي قدامي ده مشاعري محترمها، ولا أنا مهزأ ودايما بيقلل من كلامي وبيتجاهل. وأكيد التجربة اللي عدت دي واتخذلت منها مرميهاش في الزبالة، أتعلم منها بس من غير ما أعيش في خوف. الحذر مش ضعف، بس الخوف الزايد بيقلل الفرص الحلوة. آخر حاجة حاولي يكون ليكي دايرة داعمة، صاحبة حقيقية أو ثيرابيست لو صحاب خلاص خلصوا، أو حتى ورقة وقلم. مش كل الناس تستاهل قلبك، وكل وجع وليه نهاية. لو مريت أو مريتي بخذلان احكولنا في الكومنتات.